اهلا وسهلا بمتتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نحضروا الحلوى سهله مهله، كتعطي واحد الكميه اللي هي وفيره وسهله في التحضير. وقبل ما نبدا في تحضير الوصفه ديال اليوم، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحه والهنا وطول العمر باش ما تمنيتو يا ربي امين. هاد الحلوى هشيشه ولذيذه في المذاق، يعني وما كديش الوقت بزاف، يعني ما تعملش واحد المجهود كبير باش تحضر هاد الحلوى. بالنسبه للسيدات العاملات او المبتدئات اللي مازال عاد كيتعلموا، يعني حلوى يمكن توجدها اي فتاه مبتدئه. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي هما جد بساط. بالنسبه للمقادير وحنا كنوجدوا الوصفه، غادي نضيف المقادير شويه بشويه. صافي، هنا غادي نستعمل 250 غرام ديال الزبده، يعني شفتوا نوعيه الزبده اللي استعملت، مع كاس الا ربع سكر حبيبات، سكر سنيده. غادي نحاولوا نطربوا، يعني نخدموا بيدينا الزبده مع السكر حتى ينسجموا مزيان. من الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ، بهذه الطريقه يعني كتسهل علينا الخدمه ودغيا كتجانس مع السكر. يعني بهذه الطريقه غادي نحاولوا نذوبوا السكر مع الزبده حتى يولي خليط متجانس. من بعد هنا غادي نزيد واحد البيضه. هنا البنت ديالي كتعاوني، قالت لي ماما غادي نحضر معك الحلوى، وهي مسكينه اللي كتعاونني. صافي، هنا يعني نخليو الوليدات حتى هما يشاركونا ساعه ساعه، يعني حتى هما كيتعلموا بحال يعني كيعتمدوا على نفسهم. هنا الكاس ديال الزيت نباتيه، كاس الا ربع، يعني نفس المقدار السكر، دائما كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، اسايتي ديال خيراسول. هي غادي نمزجوها مزيان مع الزبده حتى كترجع بحال اون بوماد. من بعد غادي نزيدو، هنا عندي معلقه ديال النافع ومعلقه حبه حلاوه مطحونين، يعني ملعقه كبيره هي نص معلقه صغيره حبه حلاوه ونص ملعقه صغيره ديال النافع مطحونين. صافي، غادي نمزجو عاود هادشي مزيان. من بعد غادي نزيد ملعقه كبيره ديال القرفه، هذه هي القرفه، ملعقه كبيره. صدقوني يا البنات، هاد المقادير كيعطيونا هاد الحلاوه، هي اصلا حلوه، كيعطيوها واحد المذاق اللي هو جد جد مميز. صافي، من بعد غادي نزيدو، هنا عندي تقريبا 150 غرام ديال الزنجلان محمص ومطحون، السمسم محمص ومطحون. يعني بالنسبه للزنجلان او اللوز، حتى اللوز غنستعملوا فيها شويه، يعني ما تقيدوش بواحد العبار، يمكن لك تستعمل كاس اولا نص كاس، يعني على حسب المتوفر. وهنا يعني نفس العبار 150 غرام ديال اللوز محمص ومطحون. هنا كما قلت لكم البنت ديالي كتعاونني. صافي، هاد المقادير غادي نخلطوهم مزيان. كيبقى لنا الطحين والخميره ديال الحلويات، غادي نضيفوهم شيئا فشيئا، يعني بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. والخليط ما خصوش يجي، يعني ما يكونش قاصح وما تكونش خفيفه، كتبقى عجينه لينه باش ملي كنشكلوا الحلوى ديالنا وكطيبنا في الفران كتجي لنا هشيشه وكتذوب في الفم. هنا غادي نزيدوا الطحين شويه بشويه بحال اللي قلت لكم. وبالنسبه لخميره الحلويات، في هذه الوصفه غادي نستعمل غير نصف كميه ديك الخميره ديال الساشي، الخميره ديال بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، ديك الحمراء صغيره، هذه كنستعمل غير النص ديالها. صافي، هنا غنجمعوا هذا الخليط حتى نشكلوه، تجمع لنا الخليط تدريجيا.
كنحصلوا على عجين لاين بحال هاد الطريقه، رطبه ولينه. صافي كنشكلوهم. انا هنا شكلتهم على شكل اصابع، يمكن لكم تشكلوهم دوائر، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا دخلناهم الفران طابوا. هنا يعني انا كنت الصينيه الاولى راني كنت يعني فندتها في الشوكولات وكوكو، وقدمتهم بالصحه والراحه بهذه الطريقه. يعني جد سهله، اسهل منا ما كاين. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك. مع السلامه في فيديو قادم.